بعدما شرعت مجموعة من المديريات الإقليمية للتعليم في تفعيل مسطرة الاقتطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة، بسبب استمرار خوض عدد من رجال ونساء التعليم الإضرابات، رغم التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر المنصرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. توصل أحد الأساتذة بمديرية مديونة بقرار توقيفها عن العمل بشكل مؤقت استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف الرقم 1.58.000 الصادر في 24 فبراير 1950 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه. وأرجعت الوثيقة ذاتها بسبب التوقيف إلى أقدام الأساتذة المعني على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولية التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلاء بالالتزامات المهنية. وحددت المراسلة الأسباب في عدم التزام الأستاذ بأداء مهامه الوظيفية والتعليمية واقتطاعه المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في التدريس قار ومستمر، بالإضافة إلى عدم التقييد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين.